السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هندخل كده في الوصفة النهاردة على طول. دي معانا فرخة 2 كيلو، غسلناها كويس جدا زي ما انت شايفة كده، وده هنتبلها. معانا بقى هنا ايه؟ بصل حطيناه في الخلاط كده بالشكل ده. حطينا فلفل اسمر، 7 بهارات، فلفل ابيض. هنحط شرباية دجاج. بصي التوابل دي براحتك انتي، العبي في التوابل زي ما انتي عايزة. هنحط بصل بودر وتوم بودر، وهحط رشة قرفة. القرفة دي بقى لإزالة أي ريحة زفارة انتي مش حباها في أي أكل. هنا كده هضرب ده كله في الخلاط، وهرجع بقى أشوف الفرخة القمر دي. طبعا شفت الخضار في الأول، بصل وجزر وفلفل. هنا كده بالسكينة بتاعتي، طبعا أنا غاسلة الفرخة بتاعتي حلو جدا ومنشفاها، وايه وشلت الجلد كده بعيد عن الصدر. وبالسكينة بتاعتي كده بصوا بديها ايه؟ تشريح كده بالسكينة عشان التتبيلة تدخل فيها. عايزة اقول لكم ان انا عملت التتبيلة دي وعملت الفرخة جهزتها قبل ما ناكلها بيوم، عشان تشرب من التتبيلة بتاعتها كده وبتبقى قمر. وطبعا ما تنسيش الملح. بصوا كده بشقق فيها بالسكينة علشان التتبيلة بتاعتها تدخل فيها. والله العظيم كانت تحفة، عاملة زي الحاتي بالظبط اللي هي بتبقى في الفرن وبتلف، لان احنا هندلعها اخر دلع بصراحة. هنا كده بصوا شطفتها تاني، وبعد كده بقى بالتتبيله الحلوه دي اللي احنا عملناها، بصوا بقى بدلكها بقى كده. حطيت جزء من التتبيله كده وعماله بقى ايه ادلك فيها، لما خليت اكتر من اكتر حاجه من التتبيله دخلتها جوه الايه؟ الفرخه كده. كده الفرخه بتاعتي كانت زي الفل. هعمل بقى هنا ايه؟ ده جزر وفلفل وبصل، وحطيت كم حبه حبهان وورق لورا بس. وتبقي عارفة حاطة كام حبة حبهان عشان تعرفي تشيليها، علشان دي لما بتيجي تحت ضرس حد أجرك الله من المرارة. هنا كده بصوا بحشي الفرخة بتاعتي بالخضار. الخضار اللي انا شيلته على جنب ده بحطه في اخر في قبل ما تستوي، يعني خلاص كده فاضل لها 10 دقايق ربع ساعة وهقفل عليها، بروح حاطه الخضار بتاعي في الصاج بتاعها من تحت. هتشوفيها دلوقتي هعمل ايه وهظبطها. هنا كده بصوا عايزه هلمها ازاي؟ هجيب بقى حتة فويل كده، بصوا بشكل كده زي ما انتوا شايفين، وهروح رابطة رجليها اللي هما الوركان بتوعها. بصوا ما شاء الله جميلة جدا، وحاجة مضمونة في بيتك ونضيفة. وغيرنا اكل، يعني مش كل مرة بنعملها محمرة فيجيتار، لا في الفرن، لا مسلوقة، لا كده بنغير. انتي بايدك تغيري الاكلات كلها. هنا جبت الخلة دي بس جت قصيرة، بصوا ما جابتش الوركين على القفل. مش هسكت طبعا، هتصرف. جبت الخلة اللي هي بتاعت ايه؟ آه ايوه الخلة دي بتاعت الشيش طاووق. بصوا بالشكل ده كده، بصوا طويلة طبعا، هتحك في الايه؟ في الفرن والفرخة بتلف. طبعا انا قصرتها وظبطت الدنيا زي ما انت شايفة كده معايا، وبقت حاجة زي الفل. طبعا انا ايه؟ تبلتها ورحت ايه؟ مقفلاها وقتي اللي هي بقى تشرب براحتها. وتاني يوم بقى طبعا لما قمت رحت حطها في الفرن، بس مخدتش اي وقت خالص. بالشكل ده كده بصوا، يعني خليت الجناح كده يحضنها، ورحت ايه؟ قافلاه عليه بالايه؟ بالخله، علشان خاطر وهي بتلف في الميكرويف او الفرن الكهربائي ما تبقاش مدلدله كده وحاجه. ده السيخ بتاع الايه؟ الفرن. شبكت الفرخه من الجنبين وضغطت عليها جامد اللي هي مش هتفك مننا، وزنقتها ايه كده بالشكل ده، وربطت الايه؟ السيخ ده ليه زي زي خطافات كده، ربطتها كويس. ده الصاج اللي هحطه تحتها في الفرن. حطيت فيه ميه. ليه حطيت فيه ميه؟ علشان البخار اللي يطلع من الميه يسويها، وهي طبعا هتنزل ميه بطريقه فظيعه. هنا بصوا كده كنت ركبتها في الميكرويف بتاعي او الفرن الكهربائي زي ما انتم بتسموه، وسبتها كده بقى هي هتلف مع نفسها. بتاخد قد ايه في الفرن؟ من 2.5 ل3 على حسب حجم الايه؟ الفرخه بتاعتك. فكانت اللهم بارك، كانت تحفه جدا. هنا بقى سبتها، انا اهم حاجه احطها وانساها مش مهم. هنا كده بصوا بدأ لونها يتغير معايا ازاي، وداخله على سوا. كانت تحفه جدا. هنا كده بعد ما استوت
بشيل بقى الخلة بتاعتها. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة المطبخ السعادة. يا رب دايما تكونوا في سعادة. الخضار اللي على جنب ده اللي هو بقى وانا حطيته، وبألف هنا وشفا لكل اللي كل منها، وانتظرونا في فيديو جديد واقول لكم